السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. لايك وشير وكومنت حلو الفيديو النهاردة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. صلوا على النبي طبعا في الكومنتات. بصوا بقى النهارده يا جماعة معايا عكاوي. الناس اللي متعرفش، مثلا في البلاد العربية وكده. دي يا جماعة يعني بصوا ديل الذبيحة. إذا كان مثلا يعني عزكم الله مثلا عجل، مثلا يعني يعني فاهمين. هي دي الحيوان اللحمة يعني وكده، انتوا فاهمين. طبعا انتوا عارفين، الناس المصرية عارفة. لكن الناس من بره يعني من الدول مثلا الأردن وكده والسعودية مش عارفين اسمه ايه. لو انتوا بقى عندكم ليه اسم قولولي، انا معرفش بصراحة في البلاد يعني في البلاد العربية اسمه ايه. اول حاجة بقى بص يا جماعة، انا كنت حاطة مية بتغلي عشان احط فيها العكاوي، عشان لو حطينا العكاوي في شوحناها زي اللحمه هتشد معاك وتاخد وقت في السوا. ماشي. وحطيت قطايه وبصلايه وجزرايه وورق لورا وحبهان وفلفل اسود. ماشي. حطيت بقى كده العكاوي. ماشي. وهسيبها بقى تستوي ايه مع نفسها. تاخد حوالي ممكن ساعتين، ساعتين ونص. فاهمين؟ هي بدأت هي تغلي وانا كنت سايباها بقى. هنا بقى يا جماعة جبت حلة، حطيت فيها حوالي 5 أو 6 معالق سمنة، وحطيت معاهم معلقتين زيت، وكنت مقطعة مخرطة 7 بصات أو 8 تقريبا، اللي هما الوسط. خرطتهم طبعا على ايدي زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة انا هعمل تقلية صعيدي. انا مش عارفة في ناس كتير يعرفوها ولا لا، بس الناس الصعايدة هما بيعملوها، فاحنا بنعملها. ماشي. هي بس يعني هي مشكلتها ايه؟ ان هي بتاخد وقت كتير، انتوا فاهمين. هي دي مشكلتها، لكن هي بتبقى يا جماعة جميلة. جربيها هتعجبك جدا جدا. ماشي. فضلت بقى اشوح فيها، اشوح لغايه ما وصلت للون ده. طبعا تشتغل عليكم برضو بالفيديو عشان ايه ما تزهقوش. برضو كانت لسه هي العكاوي لسه برضو بتستوي. بصوا بقى كده طور دي جماعة لون الجلد. هنا كنت عاملة 3 طماطمات يعني عاملاهم في الخلاط ومصفيهم. لازم طبعا نصفيهم. قعدنا بقى نقلب كده، نقلب. بصوا يا جماعة، اهم حاجة في التقلية الصعيدي دي ان انت ما تحرقيش البصل قوي، وان انت تنزلي الطماطم حبة حبة، عشان لو نزلتيها مرة واحدة هتبقى معاكي زي تقلية الطبيخ بالظبط. لازم تنزلي حبة حبة. يعني بصي انا نزلت حبة اهو، وسبتها تشربها، بعد كده انزل حبة، بعد كده نشربها. فاهمين؟ يعني بصوا شوفوا معايا في الفيديو، ركزوا معايا في الفيديو وجربوها بجد، والله العظيم ما هيعجبكم. لو جربتوها وعملتوها مثلا لجوزك او لمامتك او لاي حد، بصوا يا جماعة هتدمنوها. الناس السعيدة هم يعرفوها بس. حطيت برضو شوية وقلبت زي ما انتوا شايفين كده. بس هي يا جماعه ان هي ماشي بتاخد وقت شويه يعني أنا مثلا من وراكم مثلا في لقطه او اتنين، لا هي ممكن تاخد لك يعني حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع كده علشان تعرفي تعمليها. يعني بقى خلاص العكاوي كانت داخله على السوا، بس هي خدت مني سوا شويه، مش عارفه ليه. تقريبا كانت يعني العجله كانت كبيره اللي كان واخدين منها العكوه. حطيت بقى يا جماعه برضو العكاوي، وازود طبعا شوربه. وحطيت الحته دي متصورتش معلش. حطيت مكعب، نص مكعب، ربع مكعب مرقه. وحطيت ملح وفلفل اسود وكمون، شويه كمون صغننين جدا، وشويه كزبره شويه صغننين جدا. هو بس اللي بحط شويه كتر الفلفل الاسود، لكن كمون وكزبره يعني ايه، يعني على طرف المعلقه، انتوا فاهمين. ما زودتش عشان خاطر ايه ما ضيعش طعم التقليه. انا هو صورت بس ما صورتش الحته دي، صورتها يعني. حطيت ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون. هنقلب بقى كده ونوطي بقى على خلاص، يعني نخليها زي نوطي كده بقى زي الشمعة. نوطي عليها ونسيبها حوالي نص ساعة أو تلت ساعة على النار. هنا بقى كانت خلاص استوت وطلعتها. عملت طبعا شوية بامية، كان عندي بامية في التلاجة طلعتها. هنا بقى يا جماعة جبت طاجن، حطيت فيه بطاطساية ماشي ورصها كده زي ما انتوا شايفين، وهحط طماطمايه وبصلايه قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. وانا بقى معايا كام حتة من الكوارع برضو باقية، هحطها في في الحلة. طبعا انا بقى كتير بس بنزل لكم فيديوهات، بس انا كنت بنزل لكم الفيديوهات الشورتس
بس ايه، معلش يا جماعه والله العظيم عندنا امتحانات وكده طبعا انتوا عارفين. ربنا طبعا ينجح طبعا ان شاء الله كل الطلاب، وربنا معانا جميعا. يا رب ان شاء الله كله ينجح وكله يجيب درجات حلوه. حطيت بقى طبق البهارات اهي، قصدي سوري الطماطم والحاجه، وبعدين بقى احط البهارات برضو، ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون. يعني التوابل اللي انتي بتحبيها، انا حطيت التوابل دي عشان دي اللي كانت عندي بصراحه. ماشي. واقلبهم كده بقى مع بعض. كنت حاطه برضو الباميه هي كانت خلاص قربت تستوي. بصراحه يا جماعه الطاجن طلع جميل قوي، طلع تحفه. عايزاكم بقى تعملوا لايكات كتير جدا ومشاهدات كتير على الفيديو ده، ووجود كالعادة فوق راسي. ولو انتي اول مرة تشوفوني في القناة دعميني باللايك والشير واشتركي معايا وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وبحبكم في الله. وحطيت كان بص بقيت شوية صلصة من اللي انا كنت ضربوها عشان التقلية، حطيتهم برضو. وحطيت كبش الشوربة. وبعدين بقى غطيتها بقى بصوا انا عليت عليها النار كنت بوريكم. حطيت برضو ورق زبدة، وبعدين حطيت ورق فويل. سبتها بقى مع نفسها كده بقى. وانا بقى حطيت زيت عشان نعمل رز بشعرية. طبعا انتوا عارفين ان احنا على طول في اي فيديو بنعمله بنعمل رز بشعرية، طبعا انتوا عارفين احنا من نوع بنحب الرز بشعرية قوي، فعلى طول تلاقيني حتى بعمله. يعني انتوا حتى تلاقي زهقتوا مني من كتر ما بعمل لكم رز بشعرية. يعني بصي خلاص خلاص استوت. بصي كان ريحتها يا جماعة، شفت عاملة زي ريحة اليخني كمان يا جماعة. ممكن تحطوا فيها، انا كان عندي بسلة وجزر بس انا كنت مستعجلة وكان كله جعان، فقلت البسلة والجزر ياخدوا وقت فما حطيتش. انت ممكن تحطي بسلة، جزر، كوسة، يبقى عامل زي اليخني. كان طعمه بصراحة جميل والله العظيم. بس انا يعني استغبيت شوية، بس كان كله عايز ياكل ومستعجلين. يعني انا اصلا بدأ في الاكل متأخر، بس العكاوي هي اللي اخرتني بصراحة، خدت وقت. حطيت شوية شعرية حوالي كده ربع او ازيد من ربع. طبعا انتوا عارفين ان انا ايه مش بعرف المقدار عشان بكون مفضيه الحاجه في بطرمانات. زي ما انتوا شايفين افضل بقى كده اشوح، طبعا انتوا عارفين لغايه ما توصل للون الجولد. يعني خلاص بقى بصوا كانت استوت. شلت بقى الورق الزبده. عشان طبعا يا جماعه ما ينفعش نحط الورق اللي هو الفويل، او في ناس بتقول عليه الورق القصدير. ما ينفعش نحطه في يعني كده فوق الاكل عشان بيقولوا بيعمل امراض وكده، فبنحط تحتيه ورق زبده. خلاص بقى الشعرية اتحمرت. كنت طبعا حوالي غاسلة كيلو الا ربع رز. وكنت حاطة مية عشان الرز يستوي بسرعة عشان كنا عايزين نتغدى. انا والله يا جماعة متغديين الساعة 11 بالليل. مش عارفة في ايه، اتغدينا متأخر اوي النهاردة. انا اصلا اخري يا جماعة اخري بتغدى المغرب، بين المغرب وبين العشاء. طب يعني اصلي المغرب واكل. المرة دي بقى طبعا احنا واخواتي وكده، ف اتعملنا متأخر، غدينا متأخر طبعا. طبعا انتوا عارفين قلت لكم كذا مرة اللي انا بكون اخواتي عندنا، بقى مش عايزة اقوم من مكاني. بس حطيت بقى المية، حطيت طبعا الملح وكده، واغطي عليه بقى واسيبه. هنا بقى جبت طاجن كبير احط فيه ايه تقلية بالعكاوي. والله يا جماعة لو جربت الطريقة دي هتدمنوها. واي حد تعمليه يكونش مش عارف الطاجن ده هيأدمنه. تحفة تحفة تحفة. انا بس نفسي تجربوه، يعني جربوه وقولوا لي رأيكم. حطيت بقى هنا ايه شوية ملح سوري قصدي فلفل اسود على شطة ورش على الوش عشان ادخلهم تحت الشواية. زي ما انتم شايفين كده هحطهم بقى تحت الشواية. طبعا هما سخنين، هحطهم تحت الشواية ياخدوا وش. والرز خلاص اهو استوى طبعا مفلفل وجميل. هطفي بقى عليه وهنطش بقى الملوخية، قصدي سوري البامية. كنت عاملة بامية. طبعا اصلا البامية طالعة تقريبا ب40 شاف ولا ب50 جنيه كيلو. حطيت بقى معلقة سمنة ومع نص معلقة توم، وحط شوية كزبرة. وهنشوح بقى لغاية ما التومة تاخد اللون الجولد. وبس كده. طبعا انتوا وحشوني بقالي كتير جدا ما صورتش معاكم اكل من اوله كده. بس انا كنت ايه يعني انتهت. طبعا انتوا عارفين يعني ادعوا لي يا جماعه ان انا انجح عشان خلاص انا السنه الجايه لي اخر سنه. عشان خلاص انا زهقت والله العظيم، احنا بنتعلم بالضالين. طبعا ربنا يوفق جميع يا رب.
حشيت بقى اهو البامية. وبس كده، يا رب يكون اليوم عجبكم والفيديو عجبكم. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، توحشوني جدا جدا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.